بالزيادة يلي ما يدرس وما يشتغل ما راح يكون بجيبه ولا هاني. عيب عليك يا أخي، والله إحنا بيت الشباب كلها كانت مسحة وما دريت منها كل شيء. ما شو أخبار الشباب؟ زمان ما اجتمعنا. أستصار شو عم تفكر؟ بين عليك شاد. الصاحبي هذا مش بيكون شغل. هاي صار طويلة وبعدين تفكرني. إيش صار طويل نص الليل؟ ربنا جاي شيء معك. الآن والله يا شباب في شيء براسي بس لو توافقوني عليه. إيه أنت والأفكار العجيبة ما يجي منك شيء وما يجي بشدك. عم فكر يا شباب لعبة الصراحة راح كل واحد من هالشلة يقول أمي. أنت أول شيء تبلش. أنت صاحبي. مشان نحن نعرف شو نساوي. اي والله يا ابو كنت المعلم كنت تبلش اول وانا بعد خلاص مثل ما تقول راح ابلش. انا محل يا شباب اشتري حالة شغل او ابلش اكسر كل الاضياء اللي بالحاره لمبه ورا لمبه. انتوا تعرفوا شنو هي امنيتي؟ شو هي؟ انه انتوا تعرفون شلون احقق امنيتي؟ انتوا تعرفون شلون انا احقق امنيتي؟ تعلموا. ليش عاد يا طريق؟ انا ما ابغى شغل مزين وغيرون كل اضياء اللي بالحاره ودنا نطور البلد. التغيير يعني ايش راح يكون؟ التغيير ايش راح يكون يا شباب؟ اي بالله يا ابو طريق اشتري لي وحده تراني قناص وفي شموع. لا هذا الشيء ما يصير يا طريق. أنت ليش عم تدبر البلد؟ ما جاك من تطوير. عباس يا صاحبي احكينا شو عندك هناك عديد واختصار من ابو طريق. وعلى اساس استحضار. انا بعدك. يلا مثل ما تريدوا راح نلعب يا شباب. لعبة الصراحة راح. كل واحد منا بهاللعبة كل واحد علم يعني والله يا شباب انا قاعد افكر بكذا. والله يا شباب امنيتي كل مواطن يرمى النفايات من شبابيك السيارة وما يسد البطاريات او الامكانات المخصصة. والله يا شباب انا عم بحلم انه كل العالم يرمون النفايات والاوساخ من شبابيك السيارات وما يحطون لا في حاويات ولا بالمكانات المخصصات. ليش عاد يا أبو المفهومين؟ مشان عمال البلديه يشتغلوا وما يناموا. انا شفتهم بأم عيني وخالة عيني وجماعه عيني كلهم نايمين. بشغله ثانيه مشان العالم ينسى حريه. اي والله لا يتحرية يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت ليش عم تصير علي؟ أنت ليش عم تدبر البلد؟ ما جاك من تطوير. شلون البلد تطور يا استاذ؟ أجينا شو عندك اللي عم تتعدي؟ والله يا شباب انا ما فكرت بس خطرت على بالي وهي عجيبة. شو هي؟ انه اشتري علبة بخاخ من اللون الاحمر. كل ما اشوفها اكتب عليه ايه واقطع واللي مو عاجبه يطلع. او ليش ما بعد عيني عشان يصير مشهور معروف بالبلد. راح من السجن. تسلم خشمة. يا شباب أنتوا عم تحكوا غلط. يوميات كلها. تفش شنو عندك يا ابو المفهومية؟ شو عندك يا ابو المفهومية؟ العفو. العفو يا حضرتك. يا شباب أنا ما عم بسخر. أنا عم أحكي الواحد لما يكون أمنية مشان يصير عنده خيال يتابع حاله بالحياة. لا شخص يرتب ولا بلد يتطور تكسير المصابيح ورمي الأبصار والكتاب على الحياة. لكن شلون البلد تطور؟ تطور يا استاذ. لما نحن ندرس ونشتغل دراستنا متميزة بالضبط نرجع غايتنا للنزول من الخليج. أنت بتعرف شنو أمنيتي؟ شو هي؟ إنه أصير رائد فضاء وأرفع عالم بلادي بين كل بلدان العالم. والله ترى أمنية كويسة. باشا المنام ايه مشان هيك وجهك مخطوط. شو شفت في المنام؟ والنصيحة في بلاد ذات الدم. من دمك يا رجل. لازم نسوي شيء. شو نسوي؟ بدنا نحط كل واحد أمنية ونحققها له.
يساوي ثورة تكنولوجية؟ أنا بدي أصير محارب وأدافع عن العلم. تحية الجمهور. 1 2 3.
الصياح، قاعد من قرية وريدة، قاعد أتعلم بالمركز الثقافي ودبكة السامري، واشكركم. أنا سامي جابر الصياح، تعلمنا كثير دبكات السامري، إن شاء الله ننيل إعجاب. محمد جاسم الصياح الملح، خذينا دبكات السامري في شقرة أستاذية، تعلمنا السامري. عبد الرزاق رشيد سعيد من مركز تلكوشر للثقافة والفن، مدرب دبكة ومدرب مسرح للأطفال. عندنا تقريبا شي 125 طفل، كلهم مقسمين على أقسام: المسرح والدبكة، وفي عندنا دبكة سامري، هاي تعني عن تراث المنطقة الموجودين احنا بيها. في عندنا مسرحية أرحم من في الأرض، مسرحية تعني عن المعاناة مثل الأعمى، عامل النظافة، شلون التنمر عليه من قبل الأطفال. وفي عندنا مسرحية التواصل الاجتماعي، تأثير التواصل على الطفل، يعني شلون الطفل تارك الدراسة وقاعد ينتبه على أمور التواصل، يعني تارك دراسته وكل تأثيره صاير على التواصل الاجتماعي. وفي عندنا مسرحية وطني حلمي اللي هي زاد تحكي عن معاناة الطفل بالشارع وعن حمايتهم، يعني تعليمهم حمايتهم عن الوطن. والله الفائدة حيل، يعني في عندنا أطفال يعني صاروا حتى التزموا معانا بالمركز من قبل حبهم للمركز وحبهم للنصوص اللي قاعد ننطيهم إياه، يعني صار في عندهم تأثير حيل كبير بالشارع. أنا ملكة جمعة، الرئاسة المشتركة لمركز الثقافة والفن في تلكوشر. نحن حاليا في فن الصيف، في عندنا أطفال تقريبا العدد 125 طفل، في مسرح وفي دبكة وفي رسم. عم نعلم الأطفال، خاصة الأطفال البنات، نطالعهم من البيت مشان يتحرروا ويصيروا نواة للمجتمع، لأنه نحن منطقة متعصبة ومتشددة، مشان يعني ما يظلوا قاعدين بالبيت. والهدف من هالشيء توعية الأطفال. اليوم هو عبارة عن نعرف مكان التضليل ومواقع التضليل الأساسية وطريقة التضليل بشكل محترف وأساسيات رسم الأنف بالطريقة الصحيحة. طبعا نحن أخذناه قبل بمرة أنه هو بيتكون من 3 أشكال هندسية اللي هي دائرتين ومثلث، دائرتين ومثلث، تمام؟ لما شرحت قبل هالمرة أنا كان شرحي لما نضلل بشكل دائري ونميل القلم بطريقة سطحية. بهي الطريقة لحتى يطلع معنا التضليل ناعم، ما يطلع خط داخل تضليل ويعطي دمج أحسن. لما بندمج بهي الطريقة بتطلع الرسمة بطريقة واقعية أكثر. دائما نحن عندنا فكرة إيش أخذنا نحن؟ درس الظل والنور. الظل والنور هو اللي بيعطي واقعية للرسم أكثر. دائما نحن كنا بنستخدم القلم اتش أو اتش بي لحتى يطلع الطبقة كتير فاتحة والدرجة تكون ناعمة كتير. كمان رح نشرح هلا مرة ثانية، عن طريقة رسم الأنف والكل يكون مركز. أول شيء نستخدم مثلث بشكل مطول. بنجيب دائرة حجم متوسط، والدائرة اللي بعدها رح تكون أصغر شوي.
هيك شكلنا العمود الفقري للأنف، يعني أساسيات الأنف. الشيء اللي رح نرتكز عليه بالتضليل هو الدائرتين والمثلث. بنركز مرة تانية عليها وبنختار الزاوية الأولى رح تكون بداية الأنف من مكان العين، مكان الجبهة. تمام؟ من شوي أخذناها على طريقة أسرع، بس رح ناخذ هلا بطريقة مفصلة أكثر. نرسم الهيكل نفسه، بس لحتى يطلع معنا الألف لازم يكون في شكل خارجي اللي هو إطار الرسمة أو الإطار الخارجي للشكل اللي عم نرسمه. تمام؟ نحن ناخذ أول شيء من الزاوية الأولى تبع المثلث اللي هي من فوق لحتى نعطي بداية الأنف، ولما بنوصل لعند الدائرة في خط منحني بسيط هون. الدائرة الثانية اللي هي ما وصل الخط المنحني راح تكون الزاوية تبع الأنف، فراح نستخدم خط مستقيم هون ومع انحناء بسيطة. راح يكون الطرف الثاني من الدائرة فارغ، وهو راح يكون أساسية ظل الأنف أو ارتكازة الظل تبع الأنف. بعد هيك راح نستخدم ممحى لحتى نمحي الأشكال الهندسية اللي صارت داخل الأنف، اللي هي فقط أساسيات مرتكز عليها لنعرف قياس وشكل الأنف الخارجي ويصير علينا سهل. راح نمحي الأشكال وراح يكون معنا الأنف بهذا الشكل. هيك ظهر معنا شكل الأنف الخارجي والأساسي والأخير. من 3 شغلات طلعنا رسمة الأنف. الأنف ليش صار بسيط علينا؟ لأنه ركزنا على شغلتين: العمود الأساسي اللي هو المثلث، والعمود الأساسي الثاني هو الدائرتين. هدول اللي عطونا الهيكل اللي راح نتخيله لما بنندار مثلا هيك. في عنا هذا الانحناء البسيط اللي بيجي بعده هي المنحنى البسيط، هذا هو طلع معنا مثلث دائرتين. نقدر نرسم الأنف بنفس الطريقة وبنفس الأشكال اللي استخدمناها بطريقة ثانية لما يكون الأنف مسطح أو مقابل الوجه. هذا كان من الجانب، الأنف هون كان شكل الأنف من الجانب، راح نرسم شكل الأنف من الأمام طريقة مستقيمة بنفس الأشكال لكن بأحجام مختلفة. بنفس الأشكال لكن بأحجام مختلفة، يعني مثلث والدوائر. فقط بنضيف دائرة زايدة، 3 دوائر ومثلث. طريقة رسم الأنف المتساوي أو الأمامي المستقيم. ايش راح نستفيد منه؟ راح نستفيد من الانحناءات اللي على طارف الدائرتين هدول. نعطي خط منحني شكل قوس، وأشكال القوس بالعكس تماما. هاي الطريقة اللي عم نستخدمها هون هي اللي بتطالع الأنف بشكل صحيح. بنشوف هون قوس، هون قوس ثاني، هون
مرة ثانية من الأشكال اللي استخدمناها بالأول، دائما الأنف نستخدم به الشكل المثلث والدائري، تحديدا المثلث والدائري. قليل لحتى نستخدم الأشكال الثانية، فرح نستخدم أكثر أشكال المثلث والدائري للأنف بشكل المستقيم وبشكل من الجانب. شوفوا شايفين شلون غطى الأساسيات. شوف هون، شوف هون. رح نتعلم كمان هلا طريقة التضليل بشكل أنعم أو بالطريقة الصحيحة للدمج. أنا عندي هذا الأنف، شو رح أطلعه حقيقي؟ ما بيطلع حقيقي لما ترسمه فقط خطوط، لازم يكون في تضليل، والتضليل هو اللي بيعطي الرسمة 3D أو ثلاثية الأبعاد واقعية. يعني الطريقة اللي بنستخدمها أي قلم، إن كان قلم رصاص، يكون بدرجة فاتحة H أو HB لحتى يطلع معنا الدرجة فاتحة بالتضليل لأول مرة. بنكمش القلم بطريقة سطحية وبنعمل هيك شكل دائري بسيط وخفيف. مستحيل نضغط على القلم لما بدنا نضلل بطريقة ناعمة، لازم يكون ايدنا خفيفة على الورقة. شكل دائري. نحن شلون بنعرف أماكن ظل وأماكن النور بالرسمة؟ شلون بنحدد إنه هاي الرسمة هذا مكان الظل، هذا مكان النور، هذا المكان الفاتح وهذا مكان الغامق؟ عن طريق الصورة أو الهيكل اللي عم نرسمه. شلون رح نعرف إنه هذا الهيكل عليه ظل؟ مثلا نحن عندنا هذا القلم، من أين جهة عم يجي الظل؟ عم يجي مثلا الظل من هون، خيال القلم اللي هو الظل عم يجي من الجنب اليمين، فنحن لما بدنا نرسم أنا اسمي جازية بنت فهمي يوسف طاهر. بالنسبة للرسم، الظل والأنف والتم والحواجب للعين، التضليل بالنسبة للرسم نحن فرحانين كثير عم ناخذ دروس رسم. أنا أسلام سمير رمضان. يعطيه العافية أستاذ محمد، تعب كثير معانا بس تعلمنا الدائرة بالتضليل والدائرة والنور والمربع والمثلث والأنف والخشم والأنف والتم والعين والأدب. أنا محمد الصالح من مركز الكوتشر للثقافة والفن، مدرس رسم. الرسالة من تدريس الرسم أو تعليم الرسم للأطفال هو تعبيراً عن ما في داخلهم. تعلم الطفل إنه إذا ما كان بيقدر يحكي ممكن يرسم مشاعره على ورقة. نحن ليش بنستخدم الرسم كرسالة صامتة؟ رسالة نظرية بتعبر عن اللي جوانا لحتى نوصل للمجتمع الأشياء اللي بداخلنا وعن أحاسيسنا، لحتى نحرك مشاعر الطفل ويقدر يتحكم بشخصيته ويطلع الطاقة السلبية اللي جواته. الرسم هو أكثر يعني مادة فنية بتنفع الطفل، يعني بتفيد كتير. ليش؟ يكون الطفل حابس كتير أفكار سلبياته طالع عن طريق الرسم. فالرسم هو لوحة فنية، رسالة صامتة، يعني بتعبر عن اللي جواتنا، إن كان حزن، إن كان فرح، إن كان أمل، إن كان شجاعة. أي المشاعر اللي داخلنا بنقدر نعبر عن الرسم، لأنه في الطفل في أطفال يعني ما بتقدر تحكي اللي جواتها. ممكن يكون طفل كتوم مستحيل يحكي، بس لما تعطيه ورقة تقول له فرغ اللي جواتك عليها، اطلع طاقتك، الرسم كتير رح يساعده ورح يريحه. هذا الشيء اللي نحن عم نحاول نوعي الأطفال عليه. ليش؟ لحتى تطلع شخصياتهم، تطلع طبيعتهم البشرية البريئة
عن طريق الرسم، وبنفس الوقت يكون حدا فنان، نطلع الموهوب اللي جواته. يعني الإنسان أحيانا جواته شخصية فنانة أو مشهورة، إذا بالقصد يعني إنه فنان داخلي. الفنان الداخلي ما بيطلع إلا عن طريق التشجيع. فنحن عن طريق تعليمنا لهم، تشجيعنا لهم، وتركيزنا على هالشغلة رح نطالع الفنان داخل كل طفل يعني موجود عنا. رح نخلي المجتمع يعرف إنه الطفل داخله فن، مستحيل يكتب، لازم يطلع طاقته، يشوف العالم إنه نحن فنانين. الفنان مستحيل يضل مدفون، لازم يطلع اللي جواته عن طريق الرسم وبس. نحن من ناحية الكوشر مركز الثقافي في تلكوشر، اسمي رمضان سليم حاجة، الرئيس المشتركة في مركز الثقافي في تلكوشر. نحن مشان الأطفال مشان شكل يومي الفن الصيف للأطفال لتدريبهم من ناحية المسرح والدبكة والرسم والتوعية بكل الأطفال، مشان التخريب مثلا الحدائق، مشان لا يكون مثلا الطفل يكون برات الشوارع يكون يخرب ولا يكسر باقي الشغلات المدارس، يفوتوا على طريقة عشوائيا يخربوا كل الحدائق والمنازل، يضربوا مثلا ازعاج الاهالي. مثلا نجي نضمهم على المركز الثقافي مشان تعليمهم من كل النواحي في المركز، من كل شيء، من الموسيقى، من جميع الدبكات والمسرح والرسم. وكان نعطيهم كمان كثير كمان من التوعيه، من مثلا الدخان، واللي كانوا يستعملوا مثلا المخدرات او شغلات الشيء هذا، في تسربات كثيره يعني من هالشيء هذا، ونعطيهم توعيه كمان من هالشيء هذا. هذا الوجود اللي نحكي ان ندرب الاطفال الفائده للمجتمع جميعا، المجتمع الموجود هنا من ناحيه الكوشر والقرى، وكذلك الامر كان عندنا كمان ناحيه طلاب من القرى كمان، قسم منهم ما اجوا وقسم اجوا من القرى، ونعطيهم كتعليمات يعني توعيه.